وقفت المعركة. طبعا كان الأخ حنتوش لا زال في الحجر اللي كان فيه عند الجهاز. ما عرفنا فيه، يعني حي ميت ما عرفنا فيه. كم واحد راعي المخابرات، راعي التركيب ما طلع يطلع، هم حاطينها ما يرمد يسمع عليه، هو داخل قصر الواير للاسف. كم داخل هو عمي ابراهيم على البحر، حياة عمي ابراهيم على البحر هناك، نحن كلنا هناك على البحر. صار يا ابو عمي قال سير طالع خليه يطلع هذا، قال سير طالع سنة، قال لا انت ما يطرد الدكتور. حطوا رشات على الظهر، قال يا مسجد قدامنا يا ابو عمي ابراهيم دخل، قال قم حنتوش جميل، قال قم اطلع، قال هات لي رصاص على الحجره الثانيه، صناديق مال رصاص، قال هات لي صندوقين 3 رصاص منها، قال وين بجيب لك؟ هو وراي وين بجيب لك رصاص؟ قم طلعت لنفسك. تفسخ عدو، بطل الرشاش عقها هناك وطلعت مهانيل وها طلع دخوا ربطوا يدي ودوا السجن باخره. نزلت طائرة أخرى، طبعا ما شافونا ان احنا مصابين، كفتونا حملونا بطائرة هليكوبتر ودونا بندر نينجا. جو الجنود دخلوا البيوت يعني بعنف، حتى لدرجة انه كان يرفس الباب برجله، يكسر الباب، اي شيء داخل البيت، سكين او شيء حاد يعني ياخذوه. جابونا هناك عند المركز، قال يلا هذا ميتكم هذا صاير نسير. عدينا نحن انا وياي 4 اولاد شلينا، هم بعد ويانا، ورانا ما خلينا ما مودينا، شلينا بغينا الشيول بعد الزور، خلينا الشيول قالنا حفرنا في يم مني يعني غربي شوي غربي معشره، يم ما خلينا في معشره بعد، حفرنا بديس مال الباب دفناه، انا رحت قاعد بالقبر، دفنته وكل شيء لحد غطيناه، بعد ما غسلنا ولا شيء، ما خلونا. هاي طمجوني ليه رامجين ما جوني، جنوه هذا وصلوا عليه وجنوه، وعقب ما خلصوا حمدوهم اللي انكادوا قالوا لهم يلا تسفير لراسه. لا تنم يا سالم بن سهيل، كن نجما في السماء، كن بوابة المساء، كن كما لو كنت حارسا للماء، كن كما لو كنت تكتب برقيتك الأخيرة. بعدين ودونا هناك عند المركز، يا ابونا كلنا عند المركز هناك، قال عند السرون والله بتمونني، قلنا لا نحن شو تمتميني بعد، عنكم ايش نسوي؟ لا نحن نحن بس خلاص. عاد جاونا برقه، قال يلا خذ. جاونا دفتر، قلنا ما وقع. حياة ابوي بعدنا من وقع، كنا بنسير ما حد يهتم. جمعوهم عند الشرطه هناك عند مركز الشرطه، وخيروهم بين بقائهم في الجزيره والتنازل عن جنسيه عن جواز راس الخيمه، ويعني خلاص انتم بتمون من رعايا ايران وكذا. طبعا رفضوا هذا الاقتراح، فاعطوهم مهله تقريبا يمكن نص ساعه او ساعه انهم يغادروا الجزيره، وبالفعل يعني انا ما انسى المشهد. انا كلفت باني اقود جدي الكبير اكبر واحد في الجزيره وتوفي في راس خيم اللي هو سليمان، كان بطيء في الحركه، فكنت مسكت ايده وامشي معاه. الناس يروحوا اللي يروح ويرجع، وانا امشي شوي خايف ان يتركوني، الوالد والاهل يروحون وانا اظل انا مع جدي الصغير شايب في الجزيره. حينما يأتي السؤال مرا يمر الكلام كشظايا قنبلة، إما القرار وإما القرار،
إما الانغماس في رحم الأرض بثمار أعجمية، أو الفرار بالضاد وذوبان الأرض في الأطلس الآخر، صفعة مرة وقرار شاهق شاق. نعم، ها هو المنطق الآخر ينمو يوما بعد يوم، معتنقا أمثال الأمم والشعوب بكل ثقافاتها وحضاراتها ولغاتها وأديانها وسلوكياتها ومبرراتها التي لا مبرر لها، سوى الوقوف شرطيا وحيدا عند بوابة المائية المائلة للقرمز، هرمز، بوابة الخير والخارطة الخليجية الغزيرة. هكذا انطلقت الحكمة الأخرى القاسية دون الالتفات إلى اللغة أو الدين أو المذهب. ذهب الذهب وصارت الفضة فضاء فضفاضا وفوضويا. ما نقدر نكتب انهم هم 3000 نفر جيش، نحن 100 نفر شو نسوي؟ ويعبدون علينا في البيوت، بيذبحونا، يعبدون على اراضينا، شو نقدر؟ ما نقدر نسوي شيء. مثل الوحوش لا يعرفون الكلام ولا يعرفون رمسه، مال الفوق مال الجبل ما يعرفون رمسه. ايوه كان نحن مرتاحين هناك، نسير البحر، بحر شغلنا البحر بس، سمك وهذا ولا ماشي مكيف عنه بس عرشه في القيض والعرش وماي من الطوي، الحمد لله مرتاح. نريد أن كل ما هو إلنا يجينا بطريق حق وعدالة مرضية لجميع الطرفين، واللي بيشيل عنا يجينا بقناعة من طريق حق وعدالة ويشيل عنا بأعمال الله. نحن في قناعة. لا عليك أيتها الذهبية الأبدية، غدا لنا الصباح، وللصباح ألق الحرية المعطاء، لقاء جميل وساعات مزدانة بالطقوس. تابع الطريق، سيري إلى مخدعك اليومي السعيد.